السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بالي غبت عليكم بزاف. حبيت اليوم نبدأ لكم بهذا الفيديو الخفيف. إن شاء الله. كما كنتم تشوفوا مخدة هذه تاع العرائس يعني بالأسماوات أكيد. راح نوريكم يعني بالمختصر كيف خدمتهم. شوفوا. أكيد لازم تكون عندك ماشينة زيكزاغوز هذه الأولى. حتى الماشينة تاع الصندوق كيما نقولوا تاع الفاليزة هذيك تخدم لكم هذه عادي. شوفوا هنا استعملت ساتان لازير. تقدروا تستعملوا ساتان عادي، تقدروا تستعملوا اي لون اي قماش تحبوه. انا حبيت ندير دوغي مادام هو الدوغي يمشي مع كامل الالوان اكيد، وسختو كي تكون عروسه. ماوش يبان مليح هنا، هذا دوغي مهم وماوش بروميي شوا هذا. رايحين كما كتشوفوا. شوفوا انا اخترت اني نخدم بهذه الطريقه، ومضاري نخدم بطريقه اخرى مباشره على القماش، ولكن ساعدتني هذه احسن والله اعلم، يعني كل واحد كما يحب. كما كنتم تشوفوا هنايا رايحين نرسموا على الوجه اللامع. كما كنتم تشوفوا الوجه اللامع تاع الفيزلين. الفيزلين هذه المتوسطه، ما هي رقيقه ما هي خشينه. تقدروا تخدموا بخشينه تقدروا تخدموا بالرقيقه ويجوكم كامل شابين. الخشينه احسن اكيد، ولكن انا عجبتني الموين. كما كنتم تشوفوا رسمت ومن بعد لصقتها اكيد على القماش. وتحبي تعاودي بالقلم رصاص كما كتشوفي هو يبان اصلا. شوفوا هنايا لازم الخيط يكون يجي معكم، يعني ماشي يجي ولكن يجي فاسيلمون. الكانات هنايا كما كنتم تشوفوا انا درتها بالابيض، تقدروا ديروها بالباج تمشي معها ثاني. لازم تكون الكانات هنايا لازم كي تفتحوا عفوا هذاك عفوا البرغي. تخلوه لازم الخيط خفيف. هنايا كما نوري لكم تقدروا تحبوا ديروها في الزيرو وتنحوا كامل البيد بيش وتخدموا مباشرة. تحبوا كما انا دايره بيد بيش عفوا. وكما نوري لكم هنايا كيف راني مريقله. ريقلت انا في 08 واستعملت هذه الرجل هذه كما كنتم تشوفوا هي نفس هذيك الرجل. هنا فتحة كامل تقريبا كامل، وكما كنتم تشوفوا فقط زوجي فتحها هكذا ومن بعد ليماها هنايا بالبابيا فيغ ونخدموا بها رائعة، راح تساعدكم بزاف بزاف بزاف. اذا حجم او طول الغرزه راح تحكموا فيها انتم كيما تحبوا. انا كيما كنتم تشوفوا خيطت قبل مالغري درت لافيزلين، بصح لافيزلين تاعنا هنا يعني عيانه فقادره تكون حكمه من جهه ومش حكمه من جهه. رايحين نشوفوا هنايا في الطرز. في الطرز كي نجو فايتين كي نجو رايحين ندورو رايحين نجو في الجهه المحدبه ماشي المقعره، نحطوا الابره في الجهه المحدبه هكذا ماشي الجهه المقعره هكذا باش تخرجكم فيني خدمه. كما تشوفوني نصور وحدي عفوا، رايحه من بعد دوك نصور لكم بنتي. كما تشوفوا المهم هكذا كل مره هكذا نرفدوا بيد بيش نكونوا حاطين الابره في الجهه المحدبه دائما باش تخرج لكم مليحه. تاكدوا انها الجهه المحدبه هكذا. انا قادره نخدم مباشره بلا ما نطلع البيد بيش اكيد. ولكن باش ما تخرج فيني وما يخرجش يعني مكمشه نهائيا باذن الله. راح نخدم هكذا. وراني حاطه ايضا نسيت باش نقول لكم عفوا، راني حاطه ايضا ورق ايضا من تحت زدت حطيت ورق. يعني كل ما تكون الحاله يعني نقولوا سهله للماشينه تخدموا بالخف. تقدروا تحطوا ورقه او اثنان. ان شاء الله تكونوا تفهموني لاني عندي بزاف ما صورتش، ما على باليش اذا راني اذا فهمتولي. اذا ما فهمتوش نقدر نعاود لكم يعني في نموذج مصغر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. كما تشوفوا هنايا الجهه المحدبه راهي منا راني نوريكم. تحطوا دائما الابره ما تستعجلوش، راني مسرعت لكم فيديو. ما تستعجلوش ابدا في الحروف وفي التفاصيل الصغيره، في عقلكم بتخرج لكم حاجه مليحه. وكما قلت لكم تقدروا حتى الماكينه تاع يعني الصغيرة عادي سنجاق أو تويوتا أو أي ماكينة تقدروا تخدموا بها عادي. هذا المشروع
ويبقى السعر أكيد حسب كل شوفي وش دخلك في يعني قماش. أنا استعملت هذا من البقايا، ولكن 4 متر تكفيك أكيد، ونصف متر ساتان، نصف متر كما نوريكم هنايا. ثاني نروحوا الجهة المحدبة، دايما نحبسوا البي، نحبسوا الإبرة هكا، من بعد نرفدوا بي دبيش وندوروا غير في عقلنا هكذا، ما تسترعوش. اذا كما قلت لكم راني شاريه نصف متر من الساتان ديامون، وتقدروا تستعملوا ساتان ماروكان، تقدروا تستعملوا كراب، تستعملوا اي قماش تحبوه. واكيد راني شاريه ايضا نصف متر ثاني من قماش الدراوات عادي نفس لاكولور هكذا. انا ركزت لكم على الطرز هذه المره، واذا حبيتوا ندير لكم المخايد من الالف للزاد اكيد كيكون عندي يعني طلبيه. وهذو المخدات عليهم الطلب بزاف، لانهم الناس ولاو يحبوا الطرز، يحبوا حاجه يعني متقونه، وكي يغسلوها تشد لهم، ماشي كيما تاع اللي ملصقين فقط يعني بالسيليكون. هذو راح يكونوا احسن وامتن، وراح يداوموا لهم، يقعدوا لهم اكيد مده طويله، يقدروا يغسلوهم ويستعملوهم مره اخرى. كيما راني نوريكم هنايا، شوفوا انا نعاود مرتين على ذيك، انا درتها في 0.8 او 0.7 كيما تحبوا، طول الغرزه يعني، والعرض تاعها كيما تحبوا. هنا كيما نوري لكم، وانا نخدم بالعقل فقط، راني مسرع الفيديو، ما تتقلقوش يعني. تحبوا ما تعودوش 2 مرات، تقدروا ديروا 2 فتلات تاع 2 خيوط يعني تاع خيط الطرز. انا طرزت هنا بالدوغي، بصح دوغي جاي في الكلاغ، تقدروا تطرزوا باي لون كيما تحبوا، فقط كي تشرو يعني لازم يكون الخيط فقط سختو الحرير، يكون متين به ما يتقطع لكمش. وكل ما تكونوا مريقلين الماشينه مليح وخادمين بها اكثر ومزيتينها، راح تخدم لكم احسن اكيد. كما قلت لكم رايحين الخيط، خيط تاع هذا تاع الطرز عفوا، يكون مرخي. وايضا الكانات لازم نفتحوا فيها، ماشي ماكسيموم اكيد، ولكن نفتحوا باش ما يتكمش معنا القماش. شوفوا هنا في لافين راني نوري لكم نديروها في الصفر، رايحين نثبت هنايا الخيط، ومن بعد شوفوا نزيد نثبت مره اخرى، نحي كامل الغرزه يعني تولي ضوات، غرزه ضوات. شوفوا حنثبت بالصفر ايضا. على بالي بزاف ناس ما يديروش هذه. شوفوا هنا الخيط ماوش راح يتنحى، ماوش راح ينسل لا كليونت. هنايا هذا القماش ثاني ساتان ديامون، كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا ساتان ماروكان عادي. انا ديت كاري هنايا تاع 15 سنتيمتر كيما نوريكم، درتو هكا على 2 اكيد، ما كاش لي 10 رسم قلب. راح نوريكم فقط القياسات، اذا حبيتوا تدوا هذو القياسات اكيد اللي استعملتو انا في هذه المخده. كيما تشوفوا هنايا 12 هكذا. حط اكيد راني دايره البيزنين من تحت، حددتها وهكذا حطيت باش ما خسرش القماش. هنا كتبت في هذه، اذا عندكم الورق الكالك كيما نسموه تستعملوه اكيد احسن، ولا هذا الفيزلين، ولا هذا المثقب هذا باش يسموه، كاين ناس يسموه الفينا. انا عاودت هنايا بالقلم رصاص كما كنت تشوفوا، رايحه نفوت كامل عليها بالخياطه. كما قلت لكم انا نستعمل هذه الطريقه باسكو ممكن يعني يتكملش لكم القماش، باش ما يتكمش يعني راح ندير انا هذيك الخياطه باش نكون لازم، باسكو مانيش دايره كيما يسموه القرقاف او طنيبر هكذا. شوفوا راح نحط ورقه او 2 كما قلت لكم تحتها. انا دائما نستعمل هذه الطريقه، تجيني اسهل واحسن وتجي متقونه باذن الله. هنا 0.8 او 0.7، وهنا طول الغرزه قلت لكم كما تحبوا، او عرض الغرزه عفوا. هنايا العرض راح ندير عرض الكتابه او الرسم اللي حنديروه. كما تشوفوا انا رحت وجيت كما نقول لكم، قلت لكم انا نعاود دائما مرتين، ولا تستعملوا فتلتين من الخيط
ودخلوهم في الإبرة. بصح أنا نفضل هذه لأنه يعني حتى ولا غلطتي ولا إلا كان عندك كاش ديفو راح يتخبى في المرة الثانية. يعني هذه عن تجربة، وكل واحد كما يحب. هكذا أنا في هذه الطريقة نستعمل في الحروف وكامل هذو كي نكون يعني مريقلة مباشرة طول الغرزة وكامل نستعمل هكا. كي نكون نطرز وردة ولا ورقة ولا نفضل ندير زوج فتلات. هنا ثاني كما كنت تشوفوا، شوفوا يدي اليسرى راهي تثبت كما كنت تشوفوا، واليمنى هي اللي تدور كما كنت تشوفوا. راح تساعدكم هذه كيف اسمها الرجل تاع البي هذه تاع الماشينه هكذا. انا شفتها للامانه في قناه جزائريه، والله نسيتها، ولكن من هذا المنبر ندعي لها دائما بالخير، لانه ماشي سهلت عليا برك، باسكو راح تشوفي الخط وين راه وماكش حتعوجي الخدمه تاعك، هكا راح تسهل لك ما شاء الله. خير من اللي ديري البي الاخرى ورايحاك شغل تجيك صعيبه، هكذا أسهل بإذن الله. وإن شاء الله إذا استفدتوا من وش راني نمد لكم ادعوا لي وادعوا للوالدين بالرحمة في هذا رمضان. شوفوا هنا إذا تقطع الخيط أو الكانات، أنا هنا حبست لي خلاص لي في الحق. شوفوا هكذا نولوا للور، لازم تولوا للور من بعد باش تكملوا الخدمة تاعكم. ما تخدموش مباشرة، لازم تثبتوا من بعد تعودوا تجوا للأمام هكذا كما كنتم تشوفوا. هاي هنا نثبتوا كما نوريكم. شوفوا الخيط كما يتقطعش كي تكونوا مثبتين كما وريت لكم، تثبتوا بيان كم تشوفوا. يعني الانسان يتبع كما تشوفوا هنا نقصوا بهذا المقص، يتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل منكم عملا ان يتقنه، ان الله يحب من عمل منكم عملا ان يتقنه. هنا راح تحبوا تنحوا الفيزين، تحبوا ما تنحوهاش. شوفوا استعملت الفاغ سودي بعد ما قصيت بالمقص هكذا. اذا حبيتوا يعني ما تكون كيما كنتوا راح نسق بهذه، اذا حبيتوا ما تكونش عندكم دي الخدمه كامل خدموا مباشره على القماش، ولكن انا خدمت على القماش وخدمت هكا وهكذا جات احسن. وكل واحد كيما يحب هكذا. يعني شوفوا كيف رايحين تحطوا كيما تحبوا. انا فضلت هذه، تحبوا تحطوا بالجانب تحبوا كيما تحبوا هكذا. راح نلصق فقط كيما كنتوا تشوفوا فقط فوق خيط الطريز هكذا، وغير بالشوي باش ما برومييرمون ما توسخوش كي يكون سورتو كي تكون بيضه هكذا. وثانيا باش ما يتحرك لكمش رايحين نخيطوا نعاودوا نخيطوا. انا نعاود نخيط، اكيد لازم تعاودوا تخيطوا هكذا، وخدموا غير بشوي باش تجي حاجه شابه. وهذه النتيجه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.